خدنا المرة اللي فاتت ايه؟ مم. خدنا المرة اللي فاتت الهضم في الإنسان، وقفنا عنه. مم. أي. وقلنا الجهاز الهضمي بيتكون من حاجة اسمها القناة الهضمية، وفي حاجة تانية اسمها نوادر ملحقة بالقناة الهضمية. مم. القناة الهضمية تبدأ بالفم، ثم البلعوم، ثم المريء، ثم المعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة وفتحة الشرج في النهاية. إنما الحاجات اللي بتساعدها أو الغدد المعاونة بتاعتها أو الملحقة، زي الغدة اللعابية عندنا، والكبد والبنكرياس. والكبد بدوره في الهضم بيكون في الحوصلة الصفراوية اللي بتساعد في هضم الدهون وتكسيرها لجزيئات أصغر. تمام. مم. وبدأنا إن مرحلة الهضم بتبدأ بالفم، والفم مش حاجة واحدة، لا، متقسم لجزء الأسنان واللسان ثم الغدد اللعابية. الأسنان فيها كم شكل؟ فيها 3 أشكال: قواطع وأنياب وضروس أو أضراس. واللسان موجود بيقلب الطعام وبيحركه من مكان لمكان. الغدد اللعابية موجود 3 أزواج، بتطلع الإفراز بتاعها، وفي الغالب بيكون في الإفراز بتاعها حاجة اسمها إنزيم الأميليز، أو بيسموه التالين، ده اسم تاني ليه. مم. بيشتغل في بي اتش أو في وسط قلوي ولا حمضي. متوسط. لا، هو بيشتغل في وسط قلوي ضعيف، بيشتغل في مش وسط قلوي. اللي 7.4. ماشي، بس هو بقى عدى ال7، ففي الكيمياء بيعتبروه ما عادش خلاص، بقى المتوسط في الكيمياء أو المتعادل 7 بس. 7.4 بدأ يوصل ناحية القلوي بس ضعيف بس. مم. طيب، بيحلل شغلته، بيعمل ايه او وظيفته. الانزيم قلنا اللي هو بيساعد على هضم المواد او بيقلل الطاقة اللي محتاجينها عشان تتكسر او فهنا دوره انزيم الاميليز بتاعنا ان هو بيكسر النشا في وجود المية الى سكر ثنائي اللي هو المالتوز. ثم قلنا بعد كده بطريقة او باخرى بتحول المالتوز الى ايه؟ جلوكوز. هو المالتوز اصلا بيتكون من جزيئين جلوكوز. تمام. مم. طيب، يبقى قلنا ان هو الوسط بتاعه ايه؟ قلوي. غلط. بعد كده نتحرك الأكل يروح الملعوم. الملعوم ده في آخر الفم، مقسوم 2. إما تروح المريء أو القصبة الهوائية. القصبة الهوائية جزء من الجهاز التنفسي، وده مش مطلوب. وقلنا لو حد وصل الأكل هنا فهو في الغالب بيتخنق أو بيشرب، وممكن لا قدر الله يموت. مم. إنما المريء هو الطريق الطبيعي بتاعنا في عملية الهضم. ليه بقى؟ لأن المريء في آخره أو آخر الجزء بتاعه بيكون في المعدة. فالمريء أهو أنبوبة طويلة، موجود فين في جسمنا؟ موجود في منطقة العنق اللي هي الرقبة، والتجويف الصدري اللي هو تحت التجويف إيه؟ القفص الصدري. يعني دي كلها قناة معدية كده، ومحاذاة العمود الفقري تقريبا طولها ممكن نوصل لحد 25 سم. تمام. مم. بما إن الأكل بيتحرك جواه، هل سهل يكون كده يحصل في احتكاك بينه وبين الجدار؟ وده مش مطلوب، لأن الاحتكاك ده تحس إن أنت إيه، تتخانق كده، تحس إن حاجة محشورة جوه زر. ففي البطانة بتاعته موجود غدد لإفراز المخاط لحد ما يوصل الأكل من هنا لحد فين؟ دي مين؟ ماذا؟ دي المعدة. فيقوم بتوصيل الطعام للمعدة بواسطة مجموعة من الانقباضات والانبساطات العضلية. مش مجرد بس إن هو قناة، لأ، هو عامل زي العضلة بتتحرك كده، فهي حتة ترتبط من فوق فتقرص عليها تنزل لإيه؟ لتحت، الحتة دي توسع. وهكذا طول ما أنت ماشي، الحتة اللي فوق الأكل بتنقبض، واللي تحتها إيه؟ بتنبسط لحد ما توصل للآخر، لحد ما نسميها حاجة اسمها الحركة الدودية. والعملية دي كلها بنسميها البلعة الغذائية. تبقى عاملة زي مم. الدودة كده، بتحرك نفسها، حتة فوق تنقبض وحتة تنبسط. وده اللي بتخلي الأكل يتخلط ويتعجن وينزل لحد ما يوصل لفين؟ إلى المعدة. من الحاجات المهمة يقول لك إن أنت يعني لازم تمضغ الأكل كويس قبل ما تبلعه. ليه بقى؟ لأن لما تمضغه كويس بياخد كمية لعاب إيه؟ كفاية. ومش كده وبس، المضغ هنا بيحرك الحاجة من مكان لمكان، فبيزود مساحة السطح اللي متعرض للإنزيم مكان، يخلي الحتة فيها أكبر قدر من الأكل اللي أنت خدته دي على إنزيم وتقلب فيه.
وبالتالي يسهل إيه هضمه. حلوة. مم. ده بيساعد. ولاحظي إن مثلا حد خد حاجة مثلا وبلعها كده مباشر بدون شوية مية، ممكن بعد مرة في مرة تلاقي بطنه بتوجع. إنما لو خدها وهضمها وقعد يمضغ فيها مثلا زي حتة لحمة أو حاجة مثلا تقيلة شوية، لا بتساعده في الهضم وبتكون إيه ما بتتعبوش وهي جوه جسمه. من مم. الأسئلة اللي هنبدأ نقولها بقى، الرسم المقابل يوضح هضم النشا بفعل إنزيم الأميليز. هضم النشا مم. هنا كانت مادة التفاعل أكبر ما يمكن، وهنا آخر حاجة مع الزمن بيقول لك تركيز السكريات الثنائية عند 1000. كبير ولا صغير؟ كيوي. لا، الأميليز. الأميليز بيكسر، هنعتبر هنا مادة التفاعل ده مثلا اللي هي النشا، خلاص، مم. والإنزيم شغال اللي هو بتاعنا اللي هو الأميليز. الأميليز بيكسر النشا لإيه؟ لسكر ثنائي اللي قلنا اسمه مالتوز. مم. في بداية هتبقى لسه هنا عند باء أكبر هنا من ألف. تمام كده. فأول إجابة هنا بالنسبة لنا هي غلط. تركيز تمام. مم. تركيز النشا عند نقطة ألف أكبر من تركيزها هنا، أقل من تركيزها. ده غلط برضو. تركيز النشا عند باء تساوي ألف هنا غلط برضو. يبقى إحنا كانت مم. ينفع إن السكر إن النشا يكون هنا عند ألف أقل من باء، أو كمية السكر أو السكر الثنائي عند ألف أقل من باء. السكر عند ألف هنا لسه هنا السكر بيتكون طول ما انت نازلة كده مع الزمن، المحصلة هنا هتكون ايه؟ سكر ثنائي اللي هو قلنا اسمه مم. ايه؟ مظبوط. مالتو. فطول ما انا نازل بالكيرف كده او بس المنحنى لتحت، السكر الثنائي كميته بايه؟ بتزيد، وكمية مظبوط. النشا بايه؟ بتقل. تمام؟ مم. طب السؤال ده برضو يعني ايه من الأسئلة الكويسة. إما يعتمد عليه تخصص أنزيم الأميليز. مم. ايه بقى؟ ونستبعد باء وجيم. اشمعنى بس استنى. اشمعنى باء وجيم؟ عشان ده أميليز مش بيتأثر بالحرارة، وملوش علاقة بالأس الهيدروجيني. لا ليه؟ لسه قايل من شوية عشان هم مش قايلين 7.8 من 10؟ يعني هتبقى شكل إنزيم الأميليز ودرجة الحرارة. هو بيقول في عمله يعني عشان يشتغل، عشان يشتغل. تركيب سكر المالتوز هو مش فارقة معاه تركيب المالتوز لأنه هو كده كده هيطلع مالتوز. تمام. م-م. ألف برضو نفس الكلام مش فارقة معاه. إنما تقف معانا هنا في خطوة باء أو دال. إزاي بقى؟ شكل إنزيم هو ملوش علاقة الأميليز. بدرجة الحرارة. شكل إنزيم الأميليز ودرجة الحرارة. تركيب النشا وشكل إنزيم الأميليز. فيها تركيب النشا والإنزيم الأميليز. هو ده أقرب حاجة، لأن هو بيشتغل على النشا، ولازم يكون شكل إنزيم الأميليز مظبوط عشان يشتغل معاه. م. ننتقل بقى بعد ما عدينا لمرحلة البلعوم والمريء. المريء هنا وصل أهو، وصل الأكل إلى إيه المعدة. ويوجد هنا ما يسمى فتحة الفؤاد، لأنها أصلا موجودة فين؟ وراها كده أهو القلب. فاللي يجيله حرقان في المعدة أو حموضة أو بيحس إن قلبه هو اللي بيوجعه، فهي م. قريب. حتى يسموها كاردياك سفنكتر، اللي هي فتحة أو انقباض أو صمام بتاع قريب من القلب، قريب منه جدا يعني، بس هما م. منفصلين يعني. الأكل بيخش هنا يرجع تاني؟ لا، بيتقفل عليه، بيتحبس.
ما عادش رجوع، الحركة هنا في اتجاه واحد، داخل اللي بيخش ما بيطلعش. تمام. مم. فتحة الفؤاد هنا بيقولوا إن هي عضلة حلقية، عامل زي الحلقة كده أو الخاتم، تقوم قافلة ما تفتحش كده. يعني تبقى في العادي بتاعها كده، وساعة ما تنقبض تقوم إيه قافشة كده، على ما عادش حاجة تطلع. لو في مشكلة في الانقباض بتاعها بيحصل أمراض، أو حاجة مشهورة أوي ممكن تسمعها عنها، يسموها ارتجاع المريء. مم. الأكل ممكن يرجع، أو الحموضة. بس في الغالب ارتجاع المريء ده مشكلة كبيرة يعني عند الناس، ما بيعرفش يعني إيه، على طول ماشي بالعلاج، بتبقى صعبة بالنسبة له، أو بتبقى عنده حموضة وحرق، لأن الحمض بتاع المعدة قوي، وبيطلع فوق تاني للمريء، وساعات بيوصل للفم يعني. مم. نرجع بقى لمرجوعنا هنا. بيقول إن هو عضلة حلقية تفصل المعدة عن المريء، دي اللي هي إيه؟ فتحة الفؤاد. تمام. تمام. ثم ينتهي بعضلة حلقية عاصرة أخرى سموها إيه؟ البواب، أو بايلوريك سفنكتر. هنا برضو حاجة بتقفل، تفصل دي عندي، لأن زي ما أنا قلت المرة اللي فاتت إن المعدة الحمض بتاعها أو الإنزيم اللي بيشتغل جواها اللي هو البيبسين، لو نزل تحت في الاثنى عشر أو في الأمعاء الدقيقة اللي هي أول جزء فيها اللي اسمه الاثنى عشر، مش هيشتغل، لأن الوسط بتاعنا اتغير من حمضي إلى قلوي، فأصبح البي اتش غير مناسب لعمل الإنزيم. تمام. مم. فالمعدة في الأصل هي كيس منتفخ، حاجة كده تجويف، أو زي الكيس اللي أنت ممكن حد يشتري فيه أي حاجة، فتحط فيه الحاجات اللي اشتريتها وتاخدها وأنت ماشي. خلصت بتشيل حاجة من الكيس وبتمشي. لما تشيل الحاجة من الكيس ده، هي مش بتشيل بقى، بتبقى خلاص كده بتتنفخ، لا هي ممكن بتروح من مكان لآخر في انتقالها في مسارها الطبيعي، اللي هي بتروح الأمعاء، أو الأمعاء الدقيقة على وجه الخصوص. طب دور المعدة هنا إيه؟ إن هي بتفرز العصير المعدي. العصير المعدي اللي هو بيسموه حمض المعدة، ده سائل حمضي عديم اللون، ولكنه في حمض الهيدروكلير. انزيم التالين اللي قلنا بيسموه الاميليز، هنا بقى مع ان الوسط اتغير بقى حمضي، كان هو بيشتغل باشا، كان التالين ده كان شغال في اتش كام؟ كام؟ إيه. ده كان بيشتغل في 7.8 من 10. دلوقتي البي اتش بتاعنا وصل كام؟ من 1.5 ل2.5، فأصبح حمضي، ومش حمضي بس، ده شديد الحموض. مم. فأوتوماتيك الإنزيم ده هيقف. لو في الغالب الأكل ملوث، في الغالب لو ميكروب بيتأثر بالحمضية أو القلوية، هنا هيموت. ودي ساعات بتكون حاجة مفيدة، لو واحد أكل ملوث مثلا، أو أكل مش كويس، ساعات بيقدر هنا المعدة تتخلص منه إيه، وتقتله. خلاص. مم. طب حمض الهيدروكليك حمض الهيدروكليك ده اللي هو ال HCl، موجود بس لوحده؟ لأ، معاه مية بنسبة 90%. يبقى احنا بالنسبة لنا دلوقتي عشان نقول إن عصير المعدي بيتكون من حاجتين، هو سائل حمضي وملوش لون، يعني شفاف شبه المية كده، لأنه أصلا فيه مية بنسبة 90%، وفيه حمض الهيدروكلوريك بنسبة كبيرة، بتعمل البي اتش بتاعه أو الوسط بتاعه حمضي بيلاقونه شديد الحموضة. ولازم نحفظ البي اتش بتاعنا من كام لكام؟ 1.5 ل2.5. 1.5. ومش كده وبس، احنا قلنا إن هو حمض. الحمض ده كان مناسب لمين؟ لإنزيم مين؟ البسينوجين، اللي قلنا كلمة جين يعني لسه مش نشط، بتحول إلى إيه؟ بيبسي. طيب. مم. البيبسين ده قلنا كان بيتفعل أو بيشتغل في وجود حمض من الهيدروكلوريك. طيب، البيبسين هنا هيكون دوره في العملية دي إيه؟ إن هو بيساعد على هضم البروتين، كان حتة لحمة مثلا، أو أي حاجة فيها بروتين أو بقوليات أو هتتكسر عن طريق البيبسينوجين وحمض المعدة معاها، فهو بيساعد على هضم البروتين. ماشي. مم. قلنا السنة اللي فاتت إن كان البروتين بيتكون المادة بتاعته اسمها عديد البيبتايد. يعني
بيبتيد مع حاجة مربوطين في بعض، وهما بيكونوا مسمى البيبتايد. البيبسين بيقوم جاي مع البروتين كده كده ندخل معاه مية، لأن قلنا المعدة فيها مية، فيها نسبة مية. هيحلل البروتين إلى إيه؟ عدد البيبتايد، عشان عن طريق إن هو بيكسر الروابط اللي جواه، اللي هي الروابط الابتدائية، يحولها لسلاسل قصيرة. كده البروتين اتهضم تماما؟ لا، بس اتهضم إيه؟ جزئيا. ماشي؟ مم. ليه؟ هيكمل بعدين شوية. من الجدير بالذكر أو الحاجات المهمة لازم نكون كل حد عارفها فينا، حتى ملهاش دعوة بالمنهج بتاعنا، إن المعروف إن البروتين هو الوحيد اللي بيتأثر بحمض المعدة. بقية الأكل التاني، أي حاجة بقى فيها نشويات، دهون، والكلام ده، ولا كأنها إيه، ولا تفرق معاها أي حاجة، ولا كأنها معدية أصلا. فعادي بالنسبة لي. الوحيد اللي بيتأثر هو مين؟ البروتين. طب هيجي هنا سؤال في دماغنا، هنقول ليه المعدة مش بتاكل نفسها، أو مش بتتعور، أو بتخدم نفسها؟ ما هو الخلايا بتاعتها أو البطانة بتاعتها المفروض إن هي بروتين، صح؟ مم. يعني إحنا قلنا من شوية عضلة، والعضلة في الغالب كان نسيجها بيبقى نسيج إيه؟ بروتين، صح؟ مم. طيب، هنا بيكون الإجابة تنقسم إلى جزئين. إن الإنزيم بتاعنا أول ما بيتفرز البيبسينوجين ده هو بيكون في صورة غير نشطة، وقلنا ما بينشطش إلا بعد خروجه من خلايا المعدة إلى تجويفها في وجود حمض ال HCl. طب الحمض ده هو ما بيتفرزش غير في وجود مين؟ الأكل. يعني أنا قاعد دلوقتي مثلا مش باكل، لا هو مش هيتفرز، فبالتالي مش هيفعل البيبسينوجين. تمام؟ مم. يبقى ده أول وسيلة حماية، إن هو إيه؟ موجود في صورة غير نشطة. مش كده وبس، الجزء التاني إن سبحان الله ربنا خالق للمعدة حاجات قنوات وحاجات إفرازية زي المخاط كده، بترطبها وبتحميها من فعل الرسوب. كل ما ما دي أول ما ينزل التانية تتفرز، فتعمل زي طبقة عازلة كده بينها وبين إيه؟ جدار المعدة، فبالتالي ما يحصلش إيه؟ أي مشكلة. تمام؟ مم. المشكلة تحصل إمتى بقى؟ لما إفراز حمض المعدة يزيد لمشكلة ما، أو حد مثلا واكل أكل كتير مثلا، أو اللي مش قافلة كويس، أو الإفرازات ده إيه؟ قلت مثلا بسبب دواء، بسبب حاجة تانية، وهكذا. فبتبقى أسباب متعددة عندنا في الطب، إن إحنا نعرف إيه أسبابها، وبنحاول نعالجها ونتحكم فيها قدر الإمكان يعني. لكن في الطبيعي البيبسينوجين أو الإنزيم البيبسين غير نشط، والإفرازات اللي موجودة كفاية، فبالتالي إيه؟ مفيش حاجة بتأثر في جدار المعدة أو الخلايا المبطنة ليه. ماشي؟ مم. بس كده. المعدة سهلة ولا صعبة؟ يعني إلى حد ما. هي معلوماتها مكثفة شوية، بس هي اللي يعني أما تقرأها مرة والتانية تلاقيها خفيفة ولذيذة. من أول الأسئلة اللي عندنا بيقول لك ماذا يحدث أثناء مرور الطعام في المريء؟ الطعام معدي ودخل المريء، إيه اللي هيحصل؟ ي- ده هيحصل. يستمر عمل الإنزيم التالي. تمام. هيتوقف؟ لا مش هيتوقف، لأن ما قالش إن في حاجة القناة ما فيش فيها أي مشكلة. البيبسين مش هيبدأ غير جوه المعدة في وجود الحمض، ده مش هيحصل غير في وجود المعدة برضه في وجود الحمض. فكلهم غلط ما عدا ده. هو مستمر ما زال، لأن هي مجرد حركة، اسمها الحركة الدودية أو الانقباض والانبساط بتاعت الإيه؟ العضلة بتاعتها. طيب إحنا قلنا من شوية في حسم ارتجاع المريء. هنا بقى سأل عليهم ما هي أشهر، أو أي من لكن أشهر أعراض الارتجاع المريء؟ الحدوث التهاب في الجزء السفلي من بطانته، يعني الحتة اللي فوق إيه؟ المعدة. مم. أي مالي قد يتسبب في حدوث ذلك؟ خلل في العضلة التي تتحكم في فتحة الفؤاد. تمام. طب دي ما تنفعش ليه؟ أي واحد. البواب ده إيه؟ عشان دي مش هتطلع الأكل للمريء.
ده هتنزله للاثنى عشر اللي هو أول جزء من الأمعاء الدقيقة اللي هنقوله كمان شوية. إنما دي لو مش مقفولة كويس هيرجع إيه تاني، عامل زي حد مثلا دخل بيت وساب الباب موارب، ممكن أي حد يدخل أو يخرج براحته صح، غير ما مم. يقفله إيه بالمفتاح أو باللوكر بتاعه يعني. خلف قيادة العضلتين ما تنفعش، لأن إحنا قلنا العضلة التانية ده إيه مش تبعنا. طب خلف إفراز حمض المعدة مش هتعمل ارتجاع، في الغالب مش هتعمل ارتجاع، لأن ال HCl أو الإلكتروليت جوه المعدة نفسها، فمش هيطلع بره إلا لو الباب إيه مفتوح بره. تمام. مم. ننتقل إلى الجزء اللي بعده بقى، الأكل بتاعنا نزل ودخل إيه الاثنى عشر أو الأمعاء الدقيقة. هي بتتكون من جزئين بنسموه الاثنى عشر ولا فائفي اللي هو الجزء الأخير بتاعه. يبقى بتكون من كام جزء؟ اتنين. الاثنى عشر ولا فائفي؟ الاثنى عشر وإيه؟ دقائق. طويلة ولا قصيرة؟ طيب. طويلة، حوالي 8 متر. تخيل انت جسمك جواه 8 متر أمعاء دقيقة بس، 8 مم. متر. يعني شخص طوله مثلا 150 سنتي يبقى عنده 8 متر أمعاء بس جوه. ده في الغالب الطبيعي يعني مفيش مشكلة. ملفوفة بقى بتبقى موجودة ازاي؟ ملفوفة فوق بعضها كده وملتوية ومعمولة كده بشكل سبحان الخالق يعني. يعني ايه لف أحسن من لفة الجدهد زي ما بيقولوا. وبينها وبين بعض احنا قلنا هي قناة كده ماشي فيها الأكل، ترسم كده مثلا حاجة حواليها كده. طب احنا هي ساعات بتيجي جنب بعض كده، ايه اللي بثبتهم مع بعض؟ حاجة اسمها غشاء المساريقة. غشاء المساريقة ده ممكن أول مرة نسمعه، بس هو حاجة بتثبتها ايه في مكانها، وبتربطهم ما بين بعض وبعض عشان ما ايه ما يتحركوش. لو اتحركوا من بعض أو كل واحد ضغط على التاني تبقى مشكلة ساعات وبتحتاج تدخل جراحي. مم. طب هي كبيرة ولا يعني سمكها أو قطرها كبير ولا صغير؟ لا صغير. في الأول بيكون كبير، 3 سم ونص القطر يعني. دايرة لو أنت رسم دايرة كده من هنا لهنا يبقى 3 سم ونص. مم. في آخرها خالص اللي هو في آخر اللي هو الجزء اللي فوقيه ده أهو، بيكون إيه 1 وربع، يعني بقت تقريبا إيه أقل. لما تقسم ده تبقى تقريبا نصها أو أقل من نص كمان، فبتصغر تصغر لحد ما إيه لحد ما توصل في الآخر لجزء إيه صغير اللي هو 1 ونص بس في النهاية. ماشي. مم. طيب الأمعاء الدقيقة دي موجودة في البطن كله ولا لأ؟ لأ، موجودة في حتة معينة من تجويف البطن تحت خالص كده. تكون في غالبا حول منطقة السرة في المنطقة دي تقريبا. ماشي. مم. بتتفرز جواها عصارات هاضمة ولا ما بتتفرزش؟ طبعا بتتفرز. ده لأنها أهم الحاجات اللي بتتفرز جواها في المنطقة دي. أول حاجة فيها دي العصارة الصفراوية، يسموها البايل جوس. العصارة الصفراوية دي بتتفرز من الكبد، بتتجمع في القناة المرارية وبتتفرز على الأكل أثناء مرور فين؟ في الاثنى عشر. تمام. مم. قلت من شوية إن العصارة الصفراوية أو هي مهمة جدا في هضم الدهون. الدهون نفسها لحد ما وصلنا دلوقتي خلصنا الفم هدي من نشا. جينا عند ال... بعد النشا خدنا البروتينات في المعدة. اتكلمناش لسه على الدهون صح؟ الأكل يكون وارد يكون فيه دهون أو حاجة سمينة شوية صح؟ مم. هنا مش حاجة هتحركه أو هتأثر فيه إلا العصارة الصفراوية، اللي هي بدورها بتحول الدهون إلى مستحلب دهني. يعني عامل زي كان عندك حتة لو أنت دخلت مطبخ مثلا عارفة اللي هي مثلا أو حتة دهن كبير اللي بيحطوها مثلا ساعات في الكفتة والحاجات دي، فلا مش هينفع تحطها كلها مرة واحدة، لازم تقطعها قطع صغيرة. ده اللي بيقوم بيه دوره اللي هو مين؟ العصارة الصفراوية. بتحول الدهون إلى مستحلب دهني، بيحول الجزيئات والحبيبات الدهنية الكبيرة إلى إيه؟ قطرات دهنية دقيقة. وبعد كده هو التأثير بتاع الإنزيمات أو الإنزيمات في إنزيمات معينة جوه بقى هي بتشتغل وبتشيل وبتحط وبتظبط الدنيا لحد ما إيه ما تمتص نهائي الدهون دي
عشان الدهون طبيعتها إن هي ما بتدوبش في المية، فهي بتبدأ تشتغل معانا لحد ما إيه الجسم يمتصها، لأنها ساعات تكون مهمة أصلا في تصنيع الكوليسترول والدهون التانية وحاجات كتير كده في الجسم يعني. الدهون في الطبيعي مش مضرة لو أنت خدتها بالكمية الطبيعية بتاعتها، الزيادة بس هي اللي بتكون مش كويسة ليك. تمام. تمام. من هنا بيتلخص عمل العصارة الصفراوية في إيه؟ إن هي بتحول الدهون اللي الكبيرة إلى إيه؟ مستحلب دهني، قلنا اللي هو مستحلى بضغط. قطرات صغيرة دهنية صغيرة أو دقيقة. طيب بتتخزن فين؟ سائلين من شوية. في حاجة اسمها الحوصلة الصفراوية، مم. أو سموها القناة المرارية. لا منطقة كده، ممكن نشوفها في الرسمة تاني، عايز أشوف أهي. الحوصلة الصفراوية دي حتة كده. أو سموها الاسم الشائع ليها في وسطنا وسط الناس سموها المرارة. سموها إيه؟ مرات. إيه المرارة؟ بتتجمع كده من مناطق معينة في الكبد، ثم تتجمع الإفراز بتاعها يتفرز يتحط فين؟ في هذه الحوصلة الصفراوية، أو يسموها اسم الشائع المرارة. القناة بتاعتها لو تتبعناها هتلاقي حركتها فاتحة فين؟ جوه الأمعاء الدقيقة جوه هنا، بشكل ما لها فتحة معينة جوه. ماشي؟ مم. تمام. الجزء اللي بعد كده هيكون فيه حاجة اسمها العصارة البنكرياسية. البنكرياس بس أشهر حاجة مشهور ليه إن هو بيفرز إيه؟ العصارة الصفراء. لا، العصارة الصفراء بتفرز من الكبد. العصارة البنكرياسية. ماشي، احنا تمام. بس أنا بقولك إن هو الطبيعي أو الأشهر ليه إن البنكرياس بيفرز إيه؟ الأنسولين. أنسولين. وفي ناس كتير ما تاخدش بالها أو يعني أو بتركز في دوره في الهضم، إن هو مهم جدا 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 في الهضم. فهو بيتفرز حاجة اسمها العصارة البنكرياسية برضو، مكونة من حاجتين: البيكربونات الصوديوم، وده يعتبر حاجة بتعادل الحمضية بتاعة المعدة. عايزين نرجعها بقى القلوي، مش محتاجينها يعني، أنا هغيرها مثلا من 1.5 ل2.5 لمين؟ ل8. ليه بقى؟ عشان الإنزيم ده هو تاني يشتغل، اللي هو الأميليز، بس مش الأميليز الفموي، الأميليز إيه؟ اللي في البنكرياس. البنكرياس. البنكرياس التاني كان اسمه الأميليز أو التالين، اللي هو الفموي. هنا أميليز البنكرياسي بيحلل النشا والجلايكوجين إلى مين؟ سكر ثنائي المالتوز. كملوا عليه بقى. تخيل مثلا لو حاجة عدت مثلا أو كانت مستخبية أو مش واضحة أوي، لا هنا خد النشا أو الجلايكوجين، وجود المية، الإنزيم بتاعنا الأميليز موجود، يتحول إلى إيه؟ المالتوز أو سكر الشعري. تمام؟ مم. زي الإنزيم اللي فات بالظبط. لا يتوقف عند ذلك، إنما في إنزيم اسمه التريبسينوجين بتحول للتريبسين، وده بقى اللي هيكمل على مين بقى؟ على البروتينات. مش إحنا كنا كسرناها على عادة البيبتايد؟ مم. هنا بقى هيجي هو اللي هيجيب آخرها خالص، هيكسرها لآخر شكل. دي المعدة كانت فرامتها، هنا هيكمل المفرمة بتاعتها. هو بيكون غير نشط، لكنه أول ما يوصل لاثنى عشر يتفرز منين؟ يتفرز منين؟ الأنسولين. لا، أنا قلت الأنسولين ده الدور الأشهر في البنكرياس، ده بيسموه تبع الغدد الصماء، أو تبع الحاجات اللي هي بتشتغل على كل حاجة. إنما هنا البنكرياس فرز إنزيم الأميليز والتريبسينوجين لحد دلوقتي. التريبسين هيشتغل على البروتين ويحوله برضو زي ما كنا بنحول من شوية إلى عديد إيه؟ البيبتايد. ماشي. مم. فالتريبسينوجين اللي هو قلنا بذلك في كلمة جين، يبقى نشط ولا غير نشط؟ غير نشط. يتحول إلى التريبسين عن طريق حاجة تانية بقى، إنزيم تاني سبحان الخالق يعني،
إنزيم بينشط إنزيم اسمه الانتيروكاينيز. يعني الأسماء غريبة المرة دي شوية، بس هنرجع المرة الجاية إن شاء الله. فتحول التريبسين بقى نشط، ما يشتغل على البروتين هيكسره هو كمان لعديد البيبتايد. شبه مين اللي كان عندنا؟ شبه المعدة. اللي كان اسمها بيبسين. فأنت عندك بيبسين وتريبسين. خلاص كده عشان بس ما تلخبطيش. بيبسين وإيه؟ مم. وتريبسين الاتنين دول. تبقى عندك هنا بيبسين وتريبسين، مم. دول بيشتغلوا على مين؟ على البروتين. تمام؟ تمام. تمام. مش كده وبس. احنا الدهون من شوية كسرناها بالعصارة الصفراوية لمين؟ لمستحلب دهني، صح؟ مم. العصارة مم. الصفراوية اللي كانت بتتفرز من الكبد بقت اتحولت هنسيبها مستحلب دهني كده وخلاص ماشية في الدم. الدم هيبقى عصير دهون بس. لا، يجي لنا حاجة اسمها انزيم اللايبيز، يحولها لي بقى للدهون اللي أصلها اللي هي كانت مين؟ أحماض دهنية مظبوط. وج- وجليسرين. تمام. مم. لسه بقى في حاجة اسمها العصارة المعوية اللي هي موجودة في الأمعاء. هتمسك بقى الباقي كله، أي حاجة لسه فاضلة هتمسكها إيه؟ تكسرها وتحولها لآخر شكل ليه. هم حبة إنزيمات كتير كده ممكن نقولهم إن شاء الله المرة الجاية. لأن عندنا مثلا إن النشا خلاص بقت النشا اتحولت لسكر ثنائي، هنسيبها سكر ثنائي؟ لا. هيقوم مكسرة حاجة اسمها إنزيم المالتيز، هو اسمه مالتوز. فيكسروا إيه؟ مالتيز من اسمه. يكسروا اتنين جلوكوز. طب لو سكر السكروز اللي موجود عندي في الدم، حد مثلا واكل حاجة فيها سكر سكروز، يكسروا السكروز سكريز إلى جلوكوز وفركتوز. طب مم. سكر اللبن اللي هو اللاكتوز، ما يوقفش حاجة اسمها اللاكتيز من اسمه. ايز هنا يعني ايه؟ انزيم، فهو بياخد من اسم السكر وبكسر، وكلهم في وسط قلوي يحولوا جلوكوز وجلاكتوز. مم. الانتيروكاينيز مش انزيم هاضم، لأن احنا قلنا من شوية هو منشط بس، انزيم التريبسينوجين اللي هو ليه دور في هضم البروتين وتحويله إلى عديد البطاقة. ماشي. مم. هنكمل تمام. الجزء ده المرة الجاية تاني، عشان بس الأسماء ما تبقاش دخلت في دماغك عندها في بعضها. يبقى هيكون احنا عندنا هنا الإيه؟ البداية إن شاء الله المرة الجاية. تمام. تمام. هي المرة دي الحصة كلها إنزيمات بس، لما تكتبي كل واحد بيعمل إيه في سطر كده لوحده هتلاقي الدنيا سهلة، لأن إحنا ملناش إنزيمات كتير. مم. نلخصه مع بعض. اكتبوا ورايا. تمام. نقول أول واحد الإنزيم الأميليز بتاعنا العادي، نشا ومية. تكتبي التفاعل ده، نشا ومية بيطلع سكر إيه؟ مالتوز، والبي اتش بتاعنا 7.4. تمام. اللي بعده، الإنزيم اللي بعده هنا أهو، بيبسينوجين. دي تفعيلة البيبسين نفسه في وجود الحمض الهيدروكلوريك. ثم عملوا بروتين ومية في وجود البيبسين يطلع عديد البيبتايد. بس الفرق هنا اللي كان ده إيه؟ موجود حمض الهيدروكلوريك. ماشي. هو ده مم. عكس التريبسين. ثم العصارة الصفراوية تحول الدهون من مستحلب دهني، من دهون إلى مستحلب دهن. دي نكتبها معانا. ده اللي بعده، نشا وجلايكوجين في وجود المية. الأميليز البنكرياسي مش الأميليز الفموي هيحول النشا والجلايكوجين لمين؟ مالتوز.
سكر المالتوز، أو ممكن نقول سكر الشعير عشان هما ساعات بيحبوا يلعبوا بالألفاظ يعني. طيب التريبسينوجين، اكتبي كده التفاعل بتاعه، التنشيط عن طريق حاجة مميزة جدا ومبتحصلش في معظم الحاجات، إن هو إنزيم بيفعل إنزيم اللي هو اسمه الانتيرو كاينيز. انتيرو دي جاي من إيه؟ من الأمعاء، اللي هي الحاجات اللي هي اللي جوه الأمعاء. كاينيز يعني بينشط، هو إنزيم منشط جوه الأمعاء نفسها. تحول من التريبسينوجين لمين؟ تريبسين. طيب. التريبسين بقى دوره هنا مع البروتين والمية زي تفاعل المعدة، بس كان فرقه هنا، فرقه إيه بقى في الوسط؟ الوسط هناك كان إيه؟ حمض. قلم. حمضي وهنا قلم. المعدة حمضي لكن الأمعاء إيه؟ قلب. قلم. ماشي. طبعا انتوا خدها بالترتيب كده، الباء الأول في المعدة والتاء في الأمعاء، ترتيب اللغة العربية يعني، باء تاء. ماشي. مم. وبعد كده اللايبيز اللي هو آخر حاجة قلناها، بتحول المستحلى الدهني اللي كان طالع منين، يعني ممكن نكملها على تفاعل العصارة الصفراوية اللي فوق ونحط جنبها مية. يعني أنا ممكن أكمل هنا أهو، هنا وأحط معاها مية في وجود إنزيم اللايبيز، تحول إلى إيه؟ أحماض دهنية زائد مين؟ جليسرين. كده أسهل، بقت في خطوة واحدة، بقت في سطر واحد. مم. كده أسهل. لا، لو كل معادلة لوحدها. أنا بقول لك إنهم مكملين بعض يعني، ماشي، أعرف اللي كل واحدة لوحدها، بس دول مكملين بعض يعني، ده اللي طالع من ده راح لده. عشان كده هو خلاص مم. يعني الحاجات دي شكرا. هنا التفاعل بتاع الدهون خلص يعني، ما عادش حاجة مكملة عليه. تمام. المرة الجاية بقى إن شاء الله نكمل الحاجات اللي إحنا قلنا عنها، العصارة المعوية، ونخلص الدرس ده ونحل على أسئلة. تمام. تمام. حاجة صعبة النهاردة؟ حاجة صعبة؟ لا.